هذا المقطع برعاية قناة أبو يوسف. قناة تقدم لكم مقاطع الألعاب بأسلوب مميز ومونتاج قوي ومتعوب عليه بمؤثرات بصرية فريدة من نوعها مع الجيم بلاي لأول مرة. تقدرون تزورون القناة وتشتركون فيها من خلال الرابط أسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في قرية العجائب. أحيانا يعتقد بعض الناس أن حظهم سيء لأن شوكة صغيرة دخلت في رجله، أو لأنه خلصت تذاكر الفيلم اللي كان متشوق أنه يشوفه، أو يمكن لأنه انكب عليه كوب شاي على الصبح وخلاه يتأخر على دوامه. لكن إذا كنت تريد تعرف من اللي حظهم سيء فعلا، فأريدك تتابع معي هالفيديو للنهاية، وراح تعرف فعلا أن مهما استوالك في هالحياة انت حظك رهيب مقارنة بهالناس. وبالمناسبة في موضوع تكلمنا فيه عن سوء الحظ، لكن كان موضوع مخصص لأصحاب اليانصيب، وإذا تريد تشوف المقطع ممكن تضغط على الرابط اللي موجود في الوصف تحت الفيديو. على كثر الهجمات الإرهابية اللي صرنا نشوفها كل يومين على التلفزيون، فاحتمالية تواجدك أو تواجد شخص معين في هالأماكن اللي تصير فيها مثل هالهجمات والأحداث هو احتمال ضعيف جدا. لكن إذا حظك سيء ممكن تحصل نفسك في وسط واحد من هالأحداث أو ثلاثة منها. هذا اللي صار مع الزوجين جيسون وجيني من إنجلترا. هذول الزوجين كانوا من محبي السفر، وكانوا في رحلة لنيويورك سنة 2001 لما صارت هجمات 11 سبتمبر على أبراج التجارة العالمية، وكانوا من الشهود اللي موجودين في موقع الحادثة. الصدمة الثانية في حياتهم كانت سنة 2005 لما كانوا في زيارة للندن، وخلال زيارتهم وقعت واحدة من أكبر الهجمات الإرهابية اللي صارت في بريطانيا، واللي كانت عبارة عن سلسلة من التفجيرات المنسقة في أماكن مختلفة، أودت بحياة أكثر من 52 شخص وجرحت أكثر من 700 شخص. صدمتهم الثالثة كانت هالمرة في مدينة مومباي الهندية لما قرروا أنهم يسافروا لها في رحلة سياحية سنة 2008. كانت مدة زيارتهم لمدينة مومباي هي يوم واحد بس، وبالتحديد يوم 26 نوفمبر عام 2008، لما واحد من الأشخاص المنتمين لوحدة من الجماعات الإرهابية قرر أنه يهاجم عدد من المباني الرئيسية في المدينة بالمتفجرات والأسلحة النارية، وقتل أكثر من 164 شخص. وقوع هالزوجين في وسط ثلاثة من أكبر الهجمات الإرهابية في التاريخ يعتبر فعلا من أسوأ المواقف اللي ممكن تحصل لأي شخص. ونصيحتي لهم إنهم يخلوا السفر على جنب ويجلسوا في البيت، أريح لهم وأريح للناس اللي عايشين في هالمدن. رجل الصواعق روي سوليفان تكلمنا عنه سابقا في مقطع أرقام قياسية لا تريد كسرها، لكن حطيته مرة ثانية هنا لأنه فعلا يستاهل أنه يكون في هالمقطع، وهو أيضا يستاهل أنه يكون في مركز متقدم أكثر من هذا، لكن قلت بحطه في المركز السادس لأنه تكلمنا عنه سابقا. الغريب في موضوع هذا الرجل هو أنه انضرب بالصواعق 7 مرات. احتمال ضرب الصاعقة للإنسان احتمال ضعيف بشكل خرافي، لكن أنك تنضرب بالصواعق 7 مرات فهذا يعني شيء ما تقدر توصفه. لكن الرياضيين قدروا أن النسبة هي 10 أوكتيليان في واحد. أوكتيليان يعني 10 وراها 42 صفر. تخيل هالنسبة. روي كان يشتغل كحارس في واحدة من الغابات في ولاية فرجينيا الأمريكية. أول ضربة له كانت سنة 1942 لما عصفت واحدة من العواصف بالغابة اللي كان يشتغل فيها. بعد اشتداد العاصفة روي لجأ لواحد من أبراج المراقبة الخشبية اللي يستخدمها حراس الغابات. صواعق العاصفة ضربت البرج وأشعلت حريق في المكان، وهالشي خلى روي يضطر انه يهرب من البرج. بعد خروجه من البرج مباشرة ضربت الصاعقة اللي كانت الأولى ما بين 7 صواعق راح تضربها على مدى السنوات الجاية. الضربة الثانية كانت سنة 1900
1969 لما الصاعقة ضربت شجرة من الأشجار وارتدت باتجاه شاحنة روي واخترقت الزجاج بس عشان تضرب راسه، يعني كأن الصاعقة تدور عليه هو بالذات. المرة الثالثة كانت في سنة 1970 لما ضربته صاعقة في الكتف وهو واقف في الساحة الخارجية من بيتهم. الرابعة كانت سنة 1972 والصاعقة جات على راسه مرة ثانية وشعره حرفيا ولع نار من الضربة. الضربة الخامسة كانت في سنة 1973 لما كانت في عاصفة تقترب من المكان. طبعا نتيجة لخبرته السابقة مع الصواعق، أول شيء سواه هو أنه ركب الشاحنة وساقها لأبعد مكان ممكن، ولما حس بنفسه أنه هرب من العاصفة قرر أنه ينزل من الشاحنة، ومباشرة لحظة نزوله ضربة الصاعقة الخامسة. المرة اللي بعدها أيضا حاول أنه يهرب من العاصفة سنة 1976 لكنه انضرب بالصاعقة السادسة على كل حال. الضربة الأخيرة كانت سنة 1977 ويمكن هذه أغرب حادثة صارت له، لما كان روي قاعد على النهر يصيد السمك ضربة الصاعقة للمرة السابعة والأخيرة. بعد الضربة وبس عشان الكون يثبت أن روي فعلا حظه سيء، تفاجأ صاحبنا بدب واضح أنه انجذب للسمك اللي صاده. روي اللي على ما يبدو أثرت فيه الصواعق اللي قاعدة تضربه طول حياته، وبدال ما يهرب مثل أي إنسان طبيعي قرر أنه يطرد الدب بغصن شجرة كان في إيده، وفعلا نجح بإبعاده. وبس للمعلومات، روي ما كان الوحيد اللي يعاني مع الصواعق في عائلته، حتى زوجته انضربت من الصواعق وهي قاعدة تلم الملابس من حبل الغسيل. طبعا أعتقد لما خبرته قالها خير يا طير، تعيشين وتاكلين غيرها إن شاء الله. القنابل النووية هي إلى الآن أكبر وأخطر سلاح تم استخدامه في الحرب فعلا. أسلحة تقدر تمسح مدن كاملة من على وجه الأرض في لمحة عين. في العالم كله في قنبلتين نوويتين تم تفجيرهم في حالة الحرب أو بغرض القتل. كل القنابل الباقية تم تفجيرها لأغراض التجربة وبس. القنبلتين هذيلا تم استخدامهن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على مدينتين في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية. المدينتين المعروفات اللي هن هيروشيما وناغازاكي. سيتومو ياماغاتشي كان في رحلة عمل لصالح شركة ميتسوبيشي اللي كان يشتغل فيها كمهندس. الرحلة كانت في هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية واستمرت لمدة 3 أشهر. في آخر يوم من أيام رحلته وبالتحديد بتاريخ 6 من شهر أغسطس سنة 1945 ياماغوتشي كان يستعد لمغادرة المدينة، لكن لما وصل لمحطة القطار اتذكر أنه نسى تذكرته في الشقة، وهو في طريق الرجعة لاحظ طيارة في السماء. هذه الطيارة كانت هي الطيارة اللي شاله الولد الصغير. الولد الصغير هو الاسم اللي تم إطلاقه على القنبلة النووية اللي ضربت هيروشيما. بعد انفجار القنبلة كل اللي قدر يشوفه هو بريق ساطع جدا أعمى عيونه وصوت حاد فجر طبلات اذنيه ونار حرقت الجزء العلوي من جسمه. بعد ما قدر ياماغوتشي انه يوصل لمستوصف قريب منه قدر يستعيد عافيته بشكل جزئي وسافر في اليوم اللي بعده ورجع لبيته اللي يقع في مدينة ناغازاكي. بعد 3 أيام من رجوعه القوات الأمريكية أسقطت الرجل السمين، وهو الاسم اللي تم إطلاقه على القنبلة النووية الثانية واللي ضربت مدينة ناغازاكي. في لحظة الضربة كان ياماغوتشي على بعد حوالي 3 كيلومترات من المركز. الانفجار رماه رمية قوية لكن تأثيره عليه كان أقل من الانفجار الأول. ياماغوتشي هو الشخص الوحيد في اليابان اللي نجا من الانفجارين وعاش عشان يحكي قصته. المرأة الأسوأ حظا في أمريكا. هذا واحد من الألقاب اللي أطلق على ميلوني مارتينيز من ولاية لويزيانا الأمريكية، وممكن تكون تستحقه فعلا. معاناة ميلوني كانت معاناة كبيرة مع العواصف اللي تحطم بيوتها واحد ورا الثاني. بدأت المعاناة سنة 1965 لما تحطم بيتها لأول مرة بسبب العاصفة اللي أطلقوا عليها اسم بيتسي. المرة اللي بعدها كانت سنة 1985 لما العاصفة جوان حطمتها للمرة الثانية، والمرة الثالثة كانت سنة 1998 بسبب العاصفة جورج. أما الرابعة فتسببت فيها العاصفة الشهيرة كاترينا سنة 2005. بعد كل هالمعاناة وسوء الحظ سألوها الناس سؤال بسيط، وهو ليش ما تسكن في مكان ثاني؟ ومع أنها قالت أنها فكرت تروح لمكان ثاني إلا أنها الولاية هي منشأها والمكان اللي ترعرعت فيه وما تقدر تفارقه. سنة 2012 ابتسم الحظ شوي لميلوني لما تواصل معاها المسؤولين عن برنامج تلفزيوني اسمه بيوت قبيحة.
هذا اسم البرنامج، وقالوا لها انهم تأثروا بقصتها وعرضوا عليها انهم يجددون بيتها الخامس ويحسنونه بقيمة 20,000 دولار مقابل انها تسمح لهم تصوير حلقة عنه وعن قصتها معاه. وافقت على العرض مباشرة وهي فرحانة بالفرصة الحلوة اللي كانت مفاجأة سارة لها. لكن المنحوس بيظل منحوس. بعد شوية أشهر من التجديدات والتحسينات اللي سووها للبيت، عصفت العاصفة آيزك بالمدينة وحطمت بيتها للمرة الخامسة وخلته مجرد أنقاض وركام. وما لحق اليوم اللي بعده يجي إلا وسائل الإعلام كان يتصدرها عنوان المرأة الأسوأ حظا في أمريكا. يمكن وسائل الإعلام وصفت ميلوني اللي كانت في المركز السابق بصاحبة أسوأ حظ في أمريكا، لكن جين روجرز يمكن تتفوق عليها في سوء الحظ، وممكن تكون أسوأ امرأة حظا في العالم. هذه المرأة ما في عندها حادثة معينة كبيرة في حياتها ممكن نتكلم عنها، لكن كل اللي يصير لها هو عبارة عن سلسلة حوادث متتالية ما راضية توقف. واحدة من أقوالها اللي تم اقتباسها هي: الموت ما يخوفني أبدا، لكن الحياة دائما تخوفني. من الحوادث اللي صارت لها على سبيل المثال هي لما كانت مرة في رحلة مع صديقتها على سفينة من السفن، وكانت صديقتها تاخذ لها شوية صور. لما قررت جين انها تستند على حافة السفينة وهي تاخذ الصور، ميلانها على الحافة كان أكثر من اللازم، واللي أدى انها تطيح من السفينة للماء. ربيعتها على طول ركضت عشان تخبر طاقم السفينة باللي صار وينقذوها، لكن في طريقها انزلقت على الأرض وضربت براسها وأغمي عليها. السفينة وصلت طريقها للأمام وجين في البحر والصديقة مغمى عليها. بعد ما صحت صاحبتها من الغيبوبة، أول شيء تذكرته هو أن جين طاحت في البحر، وبعد ما خبرت الطاقم رجعوا بالسفينة عشان يحصلوا جين طافية على الماء وتنتظر المساعدة. من المواقف الأخرى لما كانت مرة تبيع بعض المستلزمات لأصحاب البيوت، وكانت تروح من باب لباب عشان تبيع، وفجأة هاجمها خفاش ولصق براسها وبدأ يعضها ويفرز سوائله وفضلاته عليها. جين اللي تفاجأت بالهجوم حاولت تدق على أبواب البيوت، هالمرة طلبا للمساعدة، لكن ما حد فتح لها لأن الكل خايف من الصراخ والحركات اللي قاعدة تسويها، لحد ما اضطرت تمشي لعيادة بنفسها والخفاش على راسها عشان يساعدوها. في أحداث أخرى بنعددها على السريع. جين تعرضت للسرقة أكثر من مرة، وتعرضت لإطلاق النار وهي على ظهر حصان، طاحت في بالوعة، انضربت بالصواعق مرتين. وعلى شيء صرنا نقول انضربت بالصواعق ولا كأنه شيء صار شيء عادي يعني. وكذا تكون جين واحدة من أسوأ النساء حظا على وجه الكرة الأرضية. هذه القصة صارت في التسعينات لما هاري جينكنز وصاحبه من ولاية ميشيغان الأمريكية قرروا في يوم من الأيام أنهم يطلعوا يصيدوا السمك في واحدة من البحيرات المتجمدة. هاري كان عنده كلب من نوع لابادور ريتريفر. كلمة ريتريفر معناها المستعيد، أو يعني اللي يستعيد الأشياء، وهذا نوع من الكلاب يمدحونه في مجال الصيد والرياضة. هاري وصاحبه قرروا أنهم يسوون حفرة لصيد السمك في البحيرة، لكن باستخدام إصبع ديناميت. طبعا امتلاك شيء مثل هذا يعتبر شيء غير قانوني، لكن كان من الأسهل أنك تحصله في فترة التسعينات مقارنة باليوم. هاري ولع إصبع الديناميت ورماه في البحيرة، لكن تخيل شو صار بعد هالشيء. تخيل الموضوع من وجهة نظر الكلب. كلب مدرب انه اذا صاحبه رماله شيء مثل كوره او عصا يروح يركض ويستعيده، وهذا اللي صار بالضبط. الكلب على طول ركض وراء اصبع الديناميت اللي قاعد يشتعل بعد ما رمى صاحبه. وما حد يقدر يتخيل الرعب اللي اصاب هاري وصاحبه لما شافوا الكلب وهو راجع اصبع الديناميت معاه، ومباشره حطوا رجلهم وهربوا باقصى سرعه ممكنه والكلب يلاحقهم. هاري وصاحبه نجوا من الانفجار، لكن الكلب المسكين راح فيها. وأيضا الانفجار صار قريب من سيارتهم الجيب اللي كانت واقفة فوق البحيرة واللي غرقت في الماء بسبب الفتحة اللي سواها الانفجار. هذا الرجل هو حرفيا الرجل الأسوأ حظا وفي نفس الوقت الرجل الأحسن حظا. فرين سيلاك هو مدرس موسيقى من كرواتيا. معاناته الرئيسية كانت مع وسائل المواصلات. لا تفكر أبدا أنك تركب أي وسيلة مواصلات مع هذا الرجل نهائيا. أول حادثة صارت له في حياته كانت في سنة 1962 لما كان مسافر بالقطار من مدينة ساراييفو إلى مدينة دابروفنيك. القطار كان يمشي في جو سيء لما فجأة انحرف عن سكته وتحطم في الوادي اللي كان يجري فيه نهر متجمد.
كثير من الناس ماتوا لحظة اصطدام القطار، وبعضهم طاحوا في النهر، 17 غرقوا، لكن فرين قدر انه يوصل لبر الأمان، وكل اللي صابه هو كسر في الإيد وبس. هذه الحادثة كانت بداية سلسلة من الحوادث الغريبة اللي بتصير لفرين خلال 40 سنة الجاية من حياته. بعد سنة من حادثة القطار، وبالتحديد سنة 1963، قرر فرين انه يسافر بالطيارة لأول مرة في حياته. خلال الرحلة وفي وسط الجو وقفت محركات الطيارة بدون أي سبب أو سابق إنذار. وإذا كنت تعتقد أن هذا أسوأ شيء ممكن يصير، ففي شيء أسوأ صار، بس لأن هذا الرجل فعلا منحوس. اللي صار هو أن باب الطيارة انخلع من مكانه وخلف وراه فتحة كبيرة، ولما تصير فتحة مثل هذه فجأة في طيارة في نص الجو بتبدأ تشتغل كأنها آلة شفط. فصاحبنا فرين انشفط من خلال فتحة الباب والرمى برا الطيارة. الطيارة كملت طريقها للأرض وتحطمت، وكل المسافرين اللي كانوا راكبين فيها ماتوا. في المقابل فرين اللي كان طاير في الهواء واللي كان يعتقد انها نهايته خلاص، طاح فوق كومة قش كبيرة أنقذت حياته، وما تعرض إلا لشوية رضوض وخدوش. بعد معاناته مع القطارات والطيارات قال أحسن من اليوم رايح استخدم الباص. لكن حتى الباص اللي ركبه الرجال صارت له حادثة انزلاق بسبب الجليد والثلج اللي كان مغطي الطريق، واللي خلى الباص يزلق من فوق الجسر ويطيح في الوادي اللي تحت. كثير من الأشخاص أصيبوا وماتوا، لكن فرين لا زالت أموره في السليم. بعد كل هالحوادث مع المواصلات العامة، قرر فرين انه يستخدم سيارة خاصة سنة 1971 لعل وعسى ما يصير له شيء. لكن وين يا حبيبي، لاحقينك. طبعا بتتوقع انه صار له حادث او دعم في انسان او انقلبت السيارة او حاجة من هالقبيل، لكن فرين دائما يتجاوز المستحيل. اللي صار لسيارة فرين هو انها احترقت حرفيا بسبب انفجار خزان البترول. حاجة نادرة جدا انها تصير. طبعا فرين المحظوظ قدر يهرب من السيارة قبل ما تتفاقم الامور. الحادثة اللي بعدها صارت سنة 1973 في سيارته الجديدة اللي اشتراها بعد ما احترقت سيارته القديمة، ونفس الشيء صار مع السيارة الجديدة. مضخة البترول اختربت وخلت البترول يتسرب لمضخات الهواء في السيارة، واللي تسبب بضخ النار من فتحات المكيف مباشرة في وجه فرين. طبعا بكل بساطة نجا من الموضوع وهرب من السيارة قبل ما تحترق بالكامل. بعدها مرت فترة هدوء استمرت لمدة 22 سنة، لكنه كان الهدوء اللي يسبق العاصفة. سنة 1995 كان فرين يمشي، لأن على ما يبدو تعب من وسائل المواصلات ومعاناته معاها، فقرر أنه خلاص المشي راح يكون وسيلة تنقله الأساسية. لكن حتى إذا ما كان بيركب وسائل المواصلات، فوسائل المواصلات هي اللي راح توصل عنده. فرين تعرض لحادثة دهس من قبل باص. طبعا اعتقد ما في داعي اقول لك انه نجا بكل بساطة، خلاص المفروض انك عارف الطبخة. السنة اللي بعدها 1996 الرجال راكب سيارته مرة ثانية، وهالمرة كان في طريق جبلي مرتفع. بسبب غلطة حصل نفسه قدام شاحنة وجها لوجه، فانحرف بالسيارة عشان يتجنبها، لكنه طلع برا الطريق وتجاوز الحاجز، وطاحت السيارة في الوادي مسافة تقدر بحوالي 100 متر. الحين خلاص ما في منها مهرب، الرجل قاعد يطيح مسافة طويلة جدا 100 متر وهو داخل سيارته. وين المهرب؟ وين ممكن يكون؟ فرين رمى بنفسه برا السيارة أول ما طاحت، وقدر انه يتعلق بشجرة من الأشجار على حافة من حواف المنحدر، ونجا مرة ثانية. لا لحظة، 1 2 3 4 5 6 مرة 7. نجا للمرة 7. وعيش حياتك يا حبيبي. 7 حوادث نجا منها هذا الرجل، حوادث ما طبيعية. هذه كانت نهاية الحوادث السيئة في حياة فرين. لكن الرجل على ما يبدو وقف مع نفسه وفكر، يمكن أنا شخص محظوظ لأني نجيت من كل هالحوادث، ليش ما أجرب حظي واشتري بطاقة يا نصيب؟ وفعلا اشترى له بطاقة يا نصيب سنة 2003، وكانت أول بطاقة يشتريها في حياته. وبحظه الرهيب قدر انه فعلا يفوز بجائزة اليا نصيب اللي كان مقدارها أكثر من $1,000,000. وأيضا كان نجم في واحدة من إعلانات دوريتوز اللي صورت حياته والمواقف العجيبة اللي صارت له. في نهاية المقطع حاب أسألكم انتو، شو أسوأ موقف صار معاك أو صار لحد قريب منك؟ ومن أكثر إنسان شفته في حياتك وتعتقد إنه سيء الحظ؟ انتظر أشوف تعليقاتكم تحت. وأيضا في زر صغير كذا تحت الفيديو اسمه زر اللايك، يحفزني جدا لما تضغطه، وأصلا أنت بتحس بالراحة والسعادة لما تضغطه، فيعني ضبطنا يا أخي. وتقدر بعد تاخذ المقطع وتنشره في كل مكان، وكذا تكون أنت دعمتنا دعم كبير ما تتخيله. وأكيد إذا ما كنت مشترك معنا في القناة تقدر
تضغط زر الاشتراك اللي تحت عشان يوصلك الجديد. أشوفكم على خير في المقطع الجاي، ومع السلامة.